ما سبب تسمية الحشاشين بهذا الاسم؟ التاريخ الأسود للجماعة الغامضة. أثرت الحلقات الأولى من مسلسل الحشاشين فضول جمهور الدراما الرمضانية حول جماعة الحشاشين وما سبب تسميتهم بهذا الاسم ومن هم. تلك الجماعة الغامضة التي عرفت بكونها واحدة من أخطر الجماعات الدموية في التاريخ. كشف صناع المسلسل في الحلقات الأولى بعض المعلومات عن مؤسس الجماعة حسن الصباح ونشأته وحياته، وكيف أسس جماعة الحشاشين التي كان يدين له أفرادها بالولاء الشديد، وكان يستخدمهم في تنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات سياسية بارزة وحكام وأمراء، مما ساهم في نشر الرعب في العالم. وعلى الرغم من مرور قرون على زوال هذه الجماعة، إلا أنها لا تزال تثير الجدل والفضول، خاصة مع عرض مسلسل الحشاشين الذي أعاد إحياء قصة هذه الجماعة. نظريات عديدة تجيب على سؤال ما سبب تسمية الحشاشين بهذا الاسم، فتذهب إحدى النظريات إلى أنه كان يطلق عليهم في البداية الحساسين نسبة إلى حسن الصباح، بينما تشير نظرية ثانية إلى أن السبب التسمية هو لغوي، لأن كلمة حشاشين تعني القتل بخسة وغدر. قيل أيضا أن سبب تسميتهم بهذا الاسم هي القلعة التي كانوا يقيمون فيها، حيث كان فيها حدائق تشبه حدائق الجنة. وقيل إنهم كانوا يأتون بمن يريد تنفيذ عملية اغتيال فيعطوه جرعة من الحشيش، ثم يجلسوه تحت أشجار الحديقة ويجلبون له الجواري الحسان، ويقولون له إن هذه الجنة، وأنه سيعود إليها بعد تنفيذ المهمة الموكلة إليه. ومنها أخذوا لقب الحشاشين نسبة للحشيش المعطى لهذا المضلل. لكن من باب الإنصاف هذا ليس له أساس من الصحة، فمن زار القلعة يجد أن الثلوج تكسوها طيلة 7 أشهر، وأنهم اكتسبوا تسمية الحشاشين من لفظة أطلقها الغرب على هذه الطائفة يقصدون بها فرقة منفذو الاغتيالات، لكنها لما عربت أصبحت الحشاشين. من جانبه أكد الكاتب عبد الرحيم كمال مؤلف مسلسل الحشاشين أنه سيكشف خلال الأحداث سبب تسميتهم بهذا الاسم، وهو الأمر الذي سيكون مفاجأة للجمهور. أما عن سؤال من هم الحشاشين، فتشير المصادر التاريخية إلى أن تلك الجماعة جرى تأسيسها على يد حسن بن الصباح، وهي طائفة شيعية إسماعيلية باطنية تضم مجموعة كبيرة من الرجال الذين لا يهبون الموت ويدينون لابن الصباح بالطاعة العمياء، واتخذوا من قلعة الموت مقرا لهم، واستفادوا من مقرها الجغرافي الصعب في صد الهجوم عليها. وتمكن الصباح في هذه القلعة من تكوين دولة داخل الدولة، حيث كان يستخدم رجاله في تنفيذ اغتيالات سياسية ضد عدد كبير من الحكام، كان من بينهم ملك بيت المقدس.